بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى النهاردة هنتكلم على ثدي المرأة، وده بيتكون من مجموعة من الدهون والغدد اللبنية. فطبعا بعد فترة الرضاعة بيكون الغدد اللبنية في أكبر حجم ليها عشان إنتاج اللبن للطفل. بعد فترة الرضاعة ممكن المنطقة دي تقل في الحجم، وده طبيعي لان كمية الغدد اللبنية بتقل. اما موضوع مع السمنة كمية الدهون بتزيد، وبالتالي ممكن المنطقة دي تبقى زايدة. موضوع التكبير والتصغير عشان يبقى طبيعي بنقدر ان احنا نتحكم فيه عن طريق كمية الدهون. يعني انت لو عايز الست لو عايزة تكبر المنطقة دي بنزود الوزن في كل الجسم عشان يبقى المنطقة دي من ضمنهم. لكن ان احنا نعمل حاجات غير طبيعية دي مش مفضلة، ان تبقى مواد مسرطنة زي السيليكون وغيرها. نسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.